مرحبا يا أصدقائي، سوف أروي لكم اليوم قصة بعنوان سحر الأخلاق. في حديقة مليئة بالأشجار والأزهار، يجلس فيها ثلاثة أصدقاء: ليلى وأحمد وعمر. ليلى بتفاؤل: مرحبا يا أحمد، مرحبا يا عمر، هل تعلمون أن الأخلاق الجيدة مثل السحر؟ أحمد متفاجئ: سحر؟ كيف ذلك يا ليلى؟ عمر فضولي: أخبرينا أكثر عن ذلك. ليلى بابتسامة: سأحكي لكم قصة صغيرة عن سحر الأخلاق، ستجعل منكم شخصا جديدا يحب مساعدة الآخرين. بدأت ليلى تحكي: في بلدة صغيرة كان هناك طفل اسمه سامي، معروف بين أهالي القرية بأخلاقه الحسنة. في يوم من الأيام كان سامي يسير في الطريق، فرأى رجلا عجوزا يحمل حقيبة ثقيلة، فاقترب سامي وساعد العجوز في حمل الحقيبة إلى منزله. شكر العجوز سامي ودعا له بالخير. في يوم آخر ذهب سامي ليلعب في الحديقة، فلاحظ طفلا صغيرا يبكي بشدة لأنه فقد لعبته، فقرر سامي لمساعدته في البحث عن اللعبة حتى وجدها. فرح الطفل الصغير وشكر سامي من كل قلبه. انتهت ليلى من قصتها، ثم نظرت إلى أحمد وعمر وقالت: سحر الأخلاق أن تكون لطيفا متعاونا وصادقا، وأن تعامل الآخرين بكل حب واحترام. شكر أحمد وعمر ليلى على قصتها الجميلة، وقرروا من اليوم أن يكونوا مثل سامي ويساعدوا الآخرين ويجعلون العالم مكانًا أفضل بأخلاقهم الحسنة. بينما كانوا في طريقهم إلى المنزل، لاحظوا رجلًا كفيفًا يحاول في عبور الشارع، فقال أحمد: لنذهب لمساعدته ونطبق ما تحدثنا عنه اليوم بخصوص الأخلاق. اقترب الثلاثة أصدقاء من الرجل الكفيف، وأمسك عمر بيديه بلطف وقال: هل يمكننا مساعدتك في عبور الشارع؟ ابتسم الرجل الكفيف وشكرهم على لطفهم. ساعده الأطفال في عبور الشارع بأمان، وقال لهم: شكرا لكم، أنتم أطفال طيبون جدا. شعر أحمد وعمر وليلى بالفخر والسعادة لأنهم طبقوا سحر الأخلاق في مساعدة شخص يحتاج إليهم. بعد ذلك عاد كل منهم إلى منزله، ودخلت ليلى إلى المطبخ لتساعد والدتها في تحضير الطعام. فقالت الأم وهي تضع الطعام على المائدة: من ساعدني اليوم في تحضير العشاء؟ ليلى بفخر: أنا من فعلت ذلك يا أمي، كنت أرغب أن أظهر لكم مدى امتناني لكم. الأب يبتسم: شكرا لك يا ليلى، هذا العمل البسيط يجعلنا نشعر بالسعادة. الأخ يونس يقول: وأنا سأغسل الصحون بعد العشاء لأنني أعلم أن ذلك سوف يسعدكم. الأم تحتضنهم وتقول: أنتم أطفالي الرائعون، الأخلاق الجيدة حقا تشبه السحر. وبعد أن انتهت الأسرة من تناول الطعام وقاموا جميعا من على المائدة، قالت الأم وهي تعجن العجين: اليوم سنصنع كعكة لذيذة معا. ليلى بفرح: أنا أحب صنع الكعك. يونس وهو يلعب بالعجين: سأصنع تمثالا من العجين. الأم تضحك: لا تضيع العجين يا يونس. فجأة انزلق العجين من يد يونس وعلق بسقف المطبخ. ليلى تنظر للأعلى: كيف حدث ذلك؟ يونس متفاجئ: العجين يطير. الأم تضحك: هذا هو أول عجين طائر في التاريخ. ليلى تستخدم منشفة: سنستخدم سحر الأخلاق الحميدة لإنقاذ الموقف.
يونس بجدية: سنعتذر وننظف الفوضى. يبدأون بتنظيف المطبخ معا، والأم تضحك على الموقف، ثم تقول: شكرا لكم يا أطفالي الأعزاء. إلى اللقاء يا أصدقائي في قصة قادمة.